الوصول إلى ميلانو بشمال إيطاليا عام 384 ميلادية قادتني يدك يا رب على غير علم مني إلى خادمك الأمين المطران أمبروسيوس الذي طبقت شهرته الآفاق. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة الله سنتأمل في آية من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوس: واحذروا أن يسلبكم أحد بالفلسفة والغرور الباطل حسب سنة الناس. بابا هو ده الأنبا أمبروسيوس؟ أيوة يا أحبائي، إن الذي يقود الإنسان إلى معرفة الله الحق هو الإيمان، ولا يعلم لنا اللاهوت بإيضاحات كلامية بل بالإيمان، وأيضا باستخدام العقل، ولكن بروح التقوى والطهارة ونقاوة القلب. يقول الكتاب: أنقياء القلب يعاينون الله. كان الأعمى بارتيماوس ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي، ولما سمع أن يسوع مار مع تلاميذه ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. ولما انتهوا صرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، ولما جاءوا به إليه قال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له: يا سيد، أريد أن أبصر. فقال له يسوع: إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر الأعمى وتبع يسوع في الطريق. الأعمى كانت له الإرادة. يا أحبائي، كلنا على الطريق نستعطي. الطريق هو سكة المسيح، ولكن عجز البصيرة الروحية أقعدنا، فمددنا أيدينا نشحذ المعرفة مرة من كتاب ومرة من أفواه الناس. والمسيح
الذي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة عابر على الطريق. صرخ الأعمى أكثر كثيرا، ولما طلبت منه الإرادة كانت جاهزة، يسندها إيمان لا يلين. أريد أن أبصر، فكان له كل ما أراد. فانفتح وعي الأعمى ورأى، وأول ما رأى المسيح ينير كل الأبدية في أعماقه، فصار ينير ذلك الطريق الذي كان جالسا عليه في الظلام يستعطي. حبيبي يا ابني برضه يا ماما تعبت نفسك وجيتي ميلان. جيت لك يا حبيبي، جيت لك. تعالى سلم على ماما، صديقي قلبي اسمه قنطاده برضه. اهلا يا حبيبي، اهلا اهلا يا ابني. ده فيكوا سكوت ابنك؟ ابني يا ماما. ابنك؟ ايوه ماما، اديله سلم عليك. قلبي وتسمعني انت على البيت وانا بحصل ماما. امه فين؟ جابتهولي ورجعت قطارة. رجعت؟ أغسطينوس، أنا اتبسطت قوي لما لقيتك خارج من الكنيسة. انت اول مرة تحضر يا حبيبي؟ اول مرة؟ لا حضرت قبل كده. الاسقف امبروسيوس فصيح وبيعجبني اسلوبه في تقديم عظاته. على فكرة يا ماما، انا سبت مذهب مانس. صحيح صحيح يا حبيبي، صحيح. اشكرك يا رب، اشكرك. يسوع وعدني ان هشوفك مسيحي قبل ما اموت يا حبيبي، قبل ما اموت. نبريديوس ازيك؟ ازيك يا نبريديوس؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازيك يا نبريديوس؟ وحشني. ازاي عرفت ان انا هنا؟ بقيت مستشار قضائي في ميلانو ولقيت 100 واحد يدلين على مكانك. ازيك يا نبريديوس؟ بتعمل ايه هنا؟ بشتغل مدرس في مدرسة خاصة. ازاي قنطاده واهل قنطاده؟ تمام. انت عامل ايه وازاي حالك؟ لسه برضه بتبحث عن الحكمة، الحقيقة والحكمة؟ ده بحثنا باستمرار. انا وصديقي واستاذي اغسطينوس استاذ الخطابة ده ساكن معايا هنا. طبعا بيعمل ايه هنا في ميلانو؟ ده استاذ الخطابة في المعهد الحكومي. تسمحوا لي اقعد معاكم هنا؟ انا برضو مشتاق اعرف فين الاقي السعادة الحقيقية. اقدم لك مدرس من الطالب. اهلا. وجاي يبحث عن الحقيقة والحكمة برضه. اهلا، ابحث يا عم معانا، يمكن الفرق يكون على ايديك. اغسطينوس نبريديوس عايز يقعد معانا. تعال
وانا بترن في ودني كلمة المطران امبروسيوس: الذي يقود الانسان الى معرفة الله الحق هو الايمان. اريد ان ابصر، فكان له كل ما اراد. انفتح وعي الاعمى ليرى، فاول ما رأى المسيح ينير كل الابدية في اعماقه. انا ما اقدرش اسمع اسم المسيح ده، لكن ان جيت الحق امبروسيوس ده مريح مش عارف ايه. انس تعمل بوجود دولة اسمها كويس، طبعا دولة فرق كل الناس عارفاها. شفتها؟ لا. اذا ممكن تؤمن بوجود حاجة ما شفتهاش بعدين، لان الناس والتاريخ بيقولوا انها حقيقة موجودة. فهمت بقى كلام المطران امبروسيوس: الذي يقود الانسان الى معرفة الله الحق هو الايمان. يا ريت نقعد معاه طول النهار مع الناس بيحل مشاكلهم، وبالليل بيقعد يقرا في الكتاب المقدس ويحضر عظاته. تتعلم نرسم الصليب ازاي. يلا قول معايا: باسم الاب باسم الآب والابن والابن والروح القدس والروح القدس اله واحد امين. إله واحد آمين. يلا ارسم كده وريني. باسم الآب والابن والروح لا لا لا، شمال لليمين، لان احنا كنا وحشين على الشمال وبقينا حلوين على اليمين لما عرفنا بابا يسوع اله واحد امين. عندك كده بقى: الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. برافو حبيبي، برافو 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 اديتو. بص يا حبيبي، لما نيجي نخش الكنيسة نمشي بالراحة وبهدوء، ونيجي عند الهيكل ونسجد. سمعني قانون الإيمان. في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله بابا. أديدو، ازيك يا أديدو؟ عامل ايه؟ وحشني يا حبيبي. عامل ايه؟ صباح الخير. ازيك يا ست الكل؟ صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير. صباح ازيك الخير. يا ست الكل؟ صباح الخير يا حبيبي. ايه اخبار أديدو؟ عامل معاك ايه؟ حبيبي اسم الصليب حلو خالص ونبيه قوي، هعمله على إيماني. انت يأستي من ابوه خلاص؟ ان انا واخده وعد من ربنا يسوع اني مش هيسيبك ابدا. تعرفي يا ماما، ايوه حبيبي. انا كنت بسمع المطران امبروسيوس كإنسان فصيح بس، لكن لما تأملت كلامه وشرحه للكتاب المقدس بالروح مش بالحرف ابتديت اتأثر بيه. كنت وداه المطبخ. حاضر أغسطينوس، انا شفت بنت جميلة جدا في الكنيسة وعايزاك تشوفها، ممكن تكون زوجة صالحة ليك. وماله يا ماما؟ ما دام شايفة انها مناسبة اشوفها. ايوه حبيبي، وعدني قبل ما تتجوز تقبل العناية. طيب بس اشوفها الاول. هي عيشة العزوية دي هنفضل عليها كتير؟ اريح من وجع القلب بتاع الستات ده. ليه بس وجع القلب؟ ليه ما يكونش راحة القلب أسوأ ما في الزواج والعلاقات الزوجية؟ طب دي أحلى حاجة في الجواز. أنا شخصيا جربت الكلام ده وأنا مراهق، قرفت، ومن يومها ما قربتش من ناحية الجنس اللي بيقولوا الجنس اللطيف ده. يا قلبي بس يا حبيبي، جرب تاني وانت هتغير رأيك. انا شخصيا ما استغناش عن الجنس اللطيف ابدا،
وبناء عليه ماما قررت تجوزني، ونشرت على واحدة بتقول انها جميلة جدا. مدام ماما تتجوز انا ماليش وعد معاك. طب طول بالك، مش يمكن ما تعجبنيش. طب افرض ما عجبتكش؟ هستمر مع اي كلمة قلب لغاية ما جالي مجنن. يا صاحبي لازم تتعود يكون لك حبيبة قلب. وده كلام الصح. اسمع كلام الاستاذ. ستات ميلانو الفضليات اهلا يا ابن القرطانة الافاضل. المهم يا ابناء قرطاجة الافاضل، ايه رأيكم في كلام بولس اللي بيسموه رسول الامم؟ وانت جبت من فين كلام بولس ده؟ في السوق لقيت واحدة ست عجوزة بتبيع مخطوطات قديمة مش عارفة قيمتها. قلبت فيها لقيتها رسالة بولس الرسول لأهل روميا. شوفوا بقى بيقول ايه. بيقول ايه؟ شوف بيقول ايه. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت. بما ان الجسد يموت ناكل ونشرب ونمرح مع حسنيات ميلانو الفضليات لاننا غدا سنموت. لا لا، ما هو بيرجع يقول إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. وازاي بالروح نميت اعمال الجسد؟ حسب ما توجه اهتمامك، لأنه اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. رسائل بولس فيها عمق مش سطحية، عميقة وفصيحة في نفس الوقت، ومنكرش اني متأثر بيها ومخلياني في حالة عدم اتزان. لكن مازال عندي سؤال محيرني ومش لاقي له إجابة تريحني. إذا كان الإله اللي خلقنا كلي الصلاح، من فين جت إرادتنا الشريرة؟ يمكن من الشيطان. ومين خلق الشيطان؟ مش هو الله كلي الصلاح؟ بيقول الله خلقه كملاك لكن بإرادته خد صورة الشيطان. طب من فين جت له الإرادة الشريرة اللي خلته شيطان؟ طالما إنه خلق ملاك على إيدين خالق كلي الصلاح. اهلا بونجورنو. اهلا مسيو بنتسيانوس. اهلا. تفضل تفضل. سلام لكم. اعرفك باصدقائي البس محامي ومساعد قضاء مدرس. اعرفكم بصديقي بنتسيانوس رئيس عام في الحكومة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو مسيحي مؤمن. وهل اصدقائه لهم نفس اهتماماتك؟ كلنا نبحث عن الحق والحقيقة، ولكن ما زال لدينا سؤال يحيرنا. ما هو؟ من أين يأتي الشر طالما أن الله نفسه صالح وخالق لكل شيء صالح؟ ان الله خلق الانسان عاقل وحر ومريد، له العقل والحرية والإرادة، أي أن الله أعطانا حرية الإرادة. حرية الإرادة. وماذا تقرأ هذه الأيام؟ رسائل بولس الرسول. له أستاذ فيلسوف وفي غاية الفصاحة. هل سمعتم عن الراهب المصري
أنطونيوس راهب مصري لم نسمع عنه. كان شابا بسيطا من جنوب مصر لا يقرأ ولا يكتب. ثم سمع في الكنيسة الآية التي تقول: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب بع كل أملاكك ووزع على الفقراء فيكون لك كنزا في السماء وتعالى اتبعني. قست النعمة قلبه فوزع كل أمواله على الفقراء واتجه إلى الصحراء ناسكا ومتعبدا. قال له تلاميذ وأبناء روحيين بالآلاف يملؤون الأدوار كثيرة في الصحراء المصرية. ولكن كيف عرفت أخبار الراهب أنطونيوس؟ تلك قصة مثيرة. في مهمة رسمية جلالة الإمبراطور في تريف، وكان معي 3 زملاء. وبينما كان الإمبراطور يستمتع بالملاهي هناك، خرجنا نتجول خارج أسوار المدينة. عنا 2 وفي آخر النهار ذهبنا نبحث عنهما فوجدناهما في صومعة يسكنها رهبان ومعهم كتاب يقرآن، وإذ هو كتاب ألفه البابا أثناسيوس بابا الإسكندرية عن الراهب أنطونيوس. تأثر كثيرا بحياة هذا الراهب وقرر أن يعيش حياة النسك والطهارة، وبقي مع الرهبان في الصومعة ورفض العودة معنا. هل أنتم الاختبار في حياة النسك والطهارة؟ نعم، ولكن ليس بمقدرتنا الشخصية، ولكن بنعمة ربنا يسوع المسيح. إذن يمكن يا عزيزي أغسطينوس أن يعيش الإنسان ناسكا زاهدا وبدون زواج. هذا عمل النعمة يا أعزائي، هذا عمل النعمة. إن الأسقف أمبروسيوس، وأنا أعلم جيدا أنك معجب به، إنه رئيس لدولة هنا خارج أسوار ميلانو، به العديد من النساك والرهبان الذين يعيشون مع الله في محبة وسلام. أغسطينوس، أنا شفت بنت جميلة جدا في الكنيسة وعايزاك تشوفها، ممكن تكون زوجة صالحة لي. أنا شخصيا ما استغناش عن الجنس اللطيف. وهل يلزم للإنسان لكي يستمتع بعشرة الرب أن يبتعد عن الزواج؟ أبدا أبدا. ألم تقرأ في رسائل بولس الرسول: حسن للرجل ألا يمس امرأة، ويقول: أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون الجميع كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله. لكن لكل واحد له موهبته الخاصة من الله. كل واحد له موهبته الخاصة من الله.
اتفضل تفضل. سيدي المطران، لا يختلف اثنان ان هناك قوة ما خلقت هذا الكون، ولكن سيدي المطران ما حقيقة هذه القوة؟ فلنسمي هذه القوة الله، فيكون الله والذي كون هذا الكون. اذا الله كائن، وكل كائن فهو ذات، فيكون الله كائن بذاته. الله خلق الإنسان، والإنسان مخلوق ناطق، وأن يكون المخلوق ناطقا فبالأولى يكون الخالق ناطقا، والنطق بالكلمة، فيكون الله ناطق بكلمته. ثم إن الإنسان مخلوق حي، فالخالق إذا حي، والحياة بالروح، فيكون الله حي بروحه، كائن بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. سيدي المطران، لكن من الغريب ما يراه المسيحيون في موضوع التجسد، فكيف يسمح الله أن يظهر في الجسد؟ وما هي بواعث ذلك؟ عندما خلق الله الإنسان قال له من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. فإطاعة الأمر وعدم الأكل من هذه الشجرة بالذات هو عنوان الطاعة لله. لكن لما أكل من الشجرة أعلن صراحة عن عصيان الله، فصار عليهما الحكم موتا تموت. وبالتالي كما ورثنا كل الغرائز من شك ورياء وخديعة، ورثنا هذا الحكم. اسمح لي يا سيدي المطران، أيمكن لي أنا القاضي أن آخذ الأبناء بجريمة أبيهم؟ أما وقد طرد آدم وحواء من الجنة، فهذا يعني أن الحكم يشمل جميع البشر الذين تناسلوا من ذلك الدم الموضوع بالخطية. ولكن أما يحق لله أن يصدر عفوا عن آدم وذريته، ويكون في غير حاجة إلى اللجوء إلى التجسد الذي تقول به المسيحية. الله كامل في عدله وكامل في رحمته، ولذلك فهو يستوفي الحق كاملا في البشرية بالموت، وفي نفس الوقت من كامل رحمته تحدث المغفرة. ولذلك حل الابن الكلمة في بطن السيدة العذراء ثم ولد بالجسد. أليست العذراء مريم مع احترامي لها مولودة من آدم وحواء وملوثة بنفس الدماء الموبوءة بالخطية؟ حل الروح القدس عليها فطهر أحشائها ليولد منها الابن الكلمة. إذا كان الروح القدس كافيا للتطهير من الخطيئة، فلماذا لم يحل على البشر جميعا فيطهرهم ونستغني عن قضية التجسد؟ السيدة العذراء نفسها ما كانت لتستطيع أن تدخل ملكوت السماوات إلا بدم المسيح، إنما الروح القدس طهرها هي بالذات لتكون أما لذلك الذي تجسد من الروح القدس ومنها، ليدعى ابن الإنسان وينوب عن البشرية نيابة صحيحة. وقد قالت عندما حل عليها الروح القدس تبتهج روحي والله مخلصي. حقا قد استوفى العدل حقه كاملا بتنفيذ عقوبة الموت في المسيح،
باعتباره نائبا عن البشر. وأدت الرحمة رسالتها الجليلة في المسيح الذي قدم ذاته عن البشر. هذا يوم سعيد يا سيادة المطران، لأني وجدت إجابات لبعض التساؤلات التي كانت تحيرني في العهد الجديد. أرجو لك المزيد ولكل من يريد. يا رب يسوع المسيح حبيب نفسي، اتحنن عليا زي ما اتحننت على دموع الأرملة اللي من نايل. قل كلمة لابن أغسطينوس، قل له يا ربي، قل له زي ما قلت لابنها، قل له يا رب قل كلمة: أيها الشاب لك أكلكم. انت تقدر يا رب على كل حاجة، انت تقدر يا رب، لك القوة والمجد الى الابد، امين. لماذا كل هذه الدموع يا ابنتي؟ لما كل هذه الدموع يا ابنتي؟ من اجل خلاص ابني يا سيدنا، خلاص ابني. ثقي يا امرأة ان ابن هذه الدموع لن يهلك ابدا ابدا. هل سمعتم عن الراهب المصري أنطونيوس؟ هل سمعتم عن الراهب المصري أنطونيوس؟ كان شابا بسيطا من جنوب مصر، لا يقرأ ولا يكتب. كان شابا بسيطا من جنوب مصر، لا يقرأ ولا يكتب. كان شابا بسيطا من جنوب مصر، لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. نعمل ايه هنا؟ سمعت عن انطونيوس؟ الجهال اغتصبوا السماء، واحنا بعلمنا الفارغ بنتمرغ في الفساد والرذيلة. ليه مكسوفين نحصلهم ومش مكسوفين من اللي احنا فيه؟ انا جوايا معارك يا ألبيوس، معارك اريد ولا اريد. الأعمى كانت له الإرادة، ولما طلبت منه الإرادة كانت جاهزة
يسندها إيمان لا يلين. أريد أن أبصر، فكان له كل ما أراد. إن الذي يقود الإنسان إلى معرفة الله الحق هو الإيمان. أريد أن أبصر، فكان له كل ما أراد. إني أعجب لهؤلاء المسيحيين، كيف يصدقون أن الإله الحقيقي له يدان ورجلان ويتكلم كسائر البشر ويجوع ويعطش. لست أدري إن كل ما نعتقده نحن هو الصواب. ابنك اهو عندك، وانا راجعه قوطاجة، وانا متأكدة انك هترجعلي، متأكدة انك هترجعلي. أنا شخصيا ما استغناش عن الجنس اللطيف أبدا، واستغنيت عن الحياة الأبدية. يا عزيزي ماريوس، انسى، في حاجة اسمها حياة أبدية؟ يا قلبي يا حبيبي، جرب تاني وانت هتغير رأيك. لغاية امتى يا رب هتسيبني للي انا فيه؟ لغاية امتى؟ لبكرة؟ لبعد بكرة؟ ليه ما يكونش دلوقتي؟ ليه؟ دلوقتي حالا؟ ليه؟ ليه يا رب؟ ليه؟ ليه يا رب؟ ليه؟ 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 ليه ما يكونش دلوقتي حالا؟ ليه؟ ليه؟ افتح الكتاب واقرا، افتح الكتاب واقرا. قد تناهى الليل، تقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. هذا عمل النعمة يا أعزائي، هذا عمل النعمة. ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه. أخيرا ها هي الحقيقة والحكمة. أهنيك يا أغسطينوس، وأنا معاك. أديدو، تعمل ايه عندك يا حبيبي؟
حبيبي؟ فاكر علم الحساب والأعداد. وريني كده. هايل. 10/10. خد دي عشانك. أشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك استجبت لي. أشكرك. ماما مسحب دموعك بقى. دموع الفرح يا ابني، دموع الفرح يا حبيبي. فاكرة يا ماما الرؤية اللي شفتيها من سنين؟ انا اتحققت دلوقتي، وهبقى واقف معاكي على نفس القاعدة الإيمانية بتاعتك، وكمان معايا صديقي ألبس. مبروك يا ولادي. ها هتتعمدوا امتى بقى؟ الأول هسيب تدريس الخطابة بس بعد انتهاء السنة الدراسية، وبعدين نغير السكن بتاعنا. طبعا ألبس هيجي معانا، وعايز ابقى قاعد مع الأنبا أمبروسيوس. وانت يا ألبس هتعمل ايه؟ زي ما هيعمل أستاذي. اتفضل يا حبيبي، ربنا معانا. وتحررت من مهنة الخطابة، وانتقلنا وعائلتي إلى بيت ريفي في منطقة كاسيسيا كوم بضواحي ميلانو، لخلوة استعدادا لقبول العماد. شاطرني فيها ألبس، ومعنا أمي امرأة في مظهرها، قوية في إيمانها، عجوز في رصانتها، وأم في حنانها، ومسيحية في تقواها. أغسطينوس. أغسطينوس. الفضليات أولى بأبناء قرطاج الأفاضل.
هترجعني، متأكدة انك هترجعني، متأكدة انك هترجعني. كلمتين راحت فين؟ يلا انا جهزت لكم الاكل. يلا حبايبي. اكل ايه دلوقتي يا ماما؟ انا تعبان يا ماما، تعبان. انا تعبان. انا حاسه بيك يا حبيبي. ما هو لازم الجهاد يا غسيل، لازم اخدم الصليب في كل وقت وصلي وقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا رب يسوع المسيح اعني. هيعينك يا حبيبي، هيعينك. ايوه يا ماما، ايوه. تعالوا يلا نصلوا الغروب وناكل. يلا حبايبي، يلا تعالوا، يلا حبايبي. ما انا وراك، هتروح مني فين؟ يمكنك أن تتلو قانون الإيمان سرا؟ لا، بل سأقوله علنا. إذا تفضل. أستاذ الخطاب. أيوة ده أوسطينوس. ده أوسطينوس. يسوع المسيح ابن الله الوحيد. وعمداك يا أغسطينوس باسم الآب والابن والروح القدس. وعمداك يا ألبيوس باسم الآب والابن والروح القدس. وعمداك يا أديد باسم الآب والابن والروح القدس. أنت الآن أصبحت جنديا من جنود ربنا يسوع المسيح.
كنت أعيش فيه، فأرجو أن ترشدني إلى الكتب التي ترى أنها تكون مفيدة لي. عليك بقراءة سفر أشعياء النبي، فهو بدون شك أكثر الأسفار التي تنبأ تجسد السيد المسيح. لقد قرأته مرة واحدة ولكني عجزت عن فهمه. اقرأه مرة ومرات، وفي كل مرة سيظهر لك الرب من المعاني التي تقوي الإيمان. واقرأ أيضا مزامير داوود فإنها تخفض روحك الإيمان. لقد تركت مهنة تدريس الخطابة، وبمشيئة الله سأكرس حياتي لخدمة الرب يسوع. ولماذا انتهيت بحياة التدريس؟ بينما يقول معلمنا بولس الرسول عن الزواج أن يعرف كل واحد أن يقتني إناءه بقداسة بكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. سيد المكرام غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأنا أود أن أرضي الرب بعد كل الإساءات التي وجهتها إليه. يباركك الرب، ولكن أنبهك بأنك ستحارب بحياتك القديمة. صلي من أجلي يا أبي. حسن، وأين انتويت أن تخدم؟ سأسافر إلى قرطاجة مع أمي وأخي وابني، وهناك أرجو أن يهيئ لي الرب المجال الذي يسمح أن يستخدمني فيه. حسنا، سأعطيك خطابا لأسقف قرطاجة الرب. وفي طريقنا إلى قرطاجة توقفت أنا وأمي وأخي وابني في مدينة أوستيا على نهر التبر لانتظار السفينة التي تنقلنا إلى قرطاجة. لأنك استجبت لي، وأشكرك برضه لأنك ما حققتليش طلبتي لما طلبت منك إن أغسطينوس ما يسافرش روما. أنت كنت عارف إن هناك هيكون خلاصه. بحبك يا رب، وبطلب منك بشفاعة ست العذراء مريم انك تحافظ على اولادي واولادهم. ثبتهم يا رب في محبتك، وقوي اغسطينوس اللي كرس نفسه لخدمتك. شدده يا رب واسنده بنعمتك، اسنده بنعمتك. لقد أحببتك أيها الرب متأخرا. أنت كنت جوايا وأنا كنت بدور عليك في الخارج. أنت كنت معايا وأنا ما كنتش معاك. بتندهني، بتصرخ عليا، وأخيرا انتصر صوتك على صمم وداني. سطع علي نورك
فبدد عناية، تذوقتك فجعت وعطشت إليك، لمستني فازداد اشتياقي إليك. قاعد لوحدك ليه؟ لوحدي. طبعا اكيد قاعدة بتناجي الرب يسوع. بتقولي له ايه؟ بشكره وبقول له انا مش عايزة حاجة من الدنيا بعد ما شفتك مسيحة حقيقي بتضحي بمباهج الدنيا الزايلة وبتكرس نفسك لخدمته. انا مش عايزة حاجة اكتر من كده. افتكر مهمتي كده تبقى في الدنيا انتهت. انا مسافرة بقى. رب ليه بتقولي كده؟ ربنا يخليك لينا يا ماما. مسافرة. مسافرة لبيتي للسماء، هناك الفرح والمجد والهنا، هناك في السماء، هناك في السماء. افتح زراك يا يسوع وجذبني إليك للدخول، دخولي للسماء، دخولي للسماء. ربنا يخليك لينا يا ماما. ليه بتقولي كده بس ليه؟ هناك أفضل جدا يا ابني ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. للذين يحبونه. أديدي هات شوية ماء نعمل لها كمادات. ماما عاملة ايه دلوقتي؟ نايمة لسه سخنة زي النار، قلت اعمل لها كمادات تنزل الحرارة. ماما حبيبتي انا كنت فين؟ انا كنت فين؟ ماما احنا هنا في اوضتي وفي طريقنا في قرطاجة. القريبي ولا ايوه يا ماما. فين؟ امكم هنا. ماما كل ماذا بلدنا واحنا مسافرين. سامع اخوك بيقول ايه؟ فأي مكان يعجبكم. ربنا هيعرف يجيب من أي مكان
من الإيمان. المهم ليا طلب عندكم، اذكروني دايما على مذبح الرب. ماما حبيبتي، انت بركتي، انت ولدتيني مرتين يا ماما، مرة بالجسد ومرة بالروح. طول عمرك حنين يا أغسطين، وعمرك ما سمعتني كلمة تجرحني أو تزعلني يا حبيبي. ربنا معاكم. تيتا تيتا روح الله الشمال. حبيبي ما تعيطش، انت رايحة السما وانت يسوع. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي، فأدعو كل أيامي لأن أوجاع الموت اكتنفا. دائد الجحيم أصابتني، نادني ضيقا وحزنا، ودعوت باسم الرب. صوتي يا رب نجي نفسي، الرب رحيم وابا. شدائد الجحيم أصابتني، ضيقا وحزنا، وجدت باسم الرب دعوته. يا رب نجي نفسي، الرب رحيم وبار، إلهنا يرحم. الذي يحفظ الأطفال هو الرب، اتبعت فخلى. سمعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلى الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي،
فأدعو كل أيامي لأن أوجاع الموت كانت أغمضت عينيها فاستولى علي حزن شديد، فأخذت أتأمل حياة خادمتك يا رب، فوجدتها عميقة، وها أنا أحرم منها بغتة، لقد بكت سنين عديدة لأحيا لك، فشعرت بحلاوة البكاء في حضرتك، فتركت العنان لدموعي فسالت على هواها. وما كاد يشفى قلبي من هذا الجرح حتى انتقل ابني أديدو إلى قديسيك، فازداد ألمي بحسب الطبيعة البشرية. أيها الرب، ارحمني بحسب كثرة رأفتك من أجل اسمك القدوس، حيث أنك لا تتخلى عن أعمالك. الناس المكرس أغسطينوس إلى قرطاجة، وخدم هناك الرب بأمانة فأحبه شعبها واختاروه قسا لهم، وأعطاه الرب نعمة في نظر أسقف هبونا التي هي عناب الآن بشمال شرق الجزائر، فعينه مساعدا له. ولما تنيح أسقف هبونا اختاره الشعب أسقفا لهبونا، فعاش محبا لشعبه وخاصة الفقراء منهم، وكان أول من أوجد خدمة الشماسات المكرسات، وجاهد كثيرا في محاربة الهرطقات المعاصرة، وتميز بكتاباته وتأملاته اللاهوتية العميقة. الرب موهبة الشفاء وإخراج الشياطين. وإذ تجله جميع الكنائس اليوم، فقد وافق المجلس القطري لأساقفة الشمال الأفريقي، وفي مناسبة مرور 16 قرنا على قبول القديس للمعمودية، قرر المجمع إهداء جزء من رفاته المقدسة إلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بخمس نائبا عن الكنيسة القبطية، وكان ذلك يوم 12 يونيو عام 1987. وقد وافق قداسة البابا شنودة الثالث على قبول الهدية وإيداعها بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بدمنهور. وقد استقبل شعب دمنهور بكل الاعتزاز والتقدير هذه الرفات المقدسة في احتفال مهيب حضره جمع كبير من أساقفة الكنيسة القبطية وممثلين لجميع الطوائف الكاثوليكية والإنجيلية. وأودعت الرفات بيد نيافة الأنبا بخمس يوم الخميس الموافق 28 أغسطس عام 1987 الموافق 22 مصر عام 1704 للشهداء،
فقد كان القديس أغسطينوس أسقفا لأحد أجزاء هذه الإيبارشية. وفي مناسبة تذكار نياحة القديس وتدشين الكاتدرائية يوم 2 سبتمبر عام 1990 قام قداسة البابا شنودة الثالث حفظه الرب بتدشين أول مذبح باسم القديس أغسطينوس في الكنيسة القبطية على مستوى العالم. أرجوك أن تكمل في ما لا يزال